أطل عليكم نضاخ أرحام عديمات العيوب ونقيات الجيوب، سليل الأنبياء، نطفة الأئمة المعصومين الأتقياء، ووريثي صبري وعلمي وحكمتي آل الصدر النجباء، ابن الشهداء وأخو الشهداء وحبيب الشهداء، سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد القائد مقتدى الصدر، فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. سلاما كل منبلج الصباح على بطل تضمخ بالجراح، سلاما كلما أمسى خميس بكوفان يؤذن بالضواحي، على قبر به جثمان رمز تكلله القداسة كالوشاح، وقبرين استقلا عن يمين بجثمانين من خير الأضاحي، فرمس المصطفى ولهف نفسي وجثمان المؤمل ذي السماح، سلاما كلما ولهت سليمة وأنت ثم هاجت بالصياح، على قبر يثير الأرض زحفا ويرعب شانئيه بلا سلاح. أيتها الأخوات والأخوة الأفاضل، أيتها العوائل التي أنجبت الخيرة، يطل عليكم ثانية أخ لكم اتخذتموه رمزا واتخذتموه عزا واتخذتموه قائدا، فنعم القائد هو ونعم الأتباع أنتم. أنتم أمل العراق وشرفه، أبناؤكم الذين صانوا الإنسانية بمعناها الأشمل والدين بمعناه الأكمل والوطن بمعناه الأجمل. أخوكم وقائدكم وحبيبكم وأنتم أحبته بالطبع يريد أن يتحدث إليكم، فاشفعوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفنا بحضوركم، جزاكم الله خير جزاء المحسنين، وشكرا لكم على اجتماعكم المبارك هذا. السلام على سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، وعلى المستشهدين بين يديه، والسلام على المعصومين الأئمة السادة والقادة، روحي وأرواح العالمين لهم الفداء. والسلام على الشهيدين الصدرين والنجلين الكريمين والعلوية بنت الهدى، والسلام على أتباعهم ومحبيهم ورحمة الله وبركاته.
السلام على أم الشهيد، والسلام على ابن الشهيد، والسلام على زوجة الشهيد، والسلام على أبي الشهيد، والسلام على أخي الشهيد، والسلام على عوائلهم أجمعين ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قال تعالى في محكم كتابه العزيز: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فما أجمل أن يكون الإنسان حيا عند ربه، وما أجمل أن يرزق الإنسان رزقا طيبا عند ربه، بل الأجمل من ذلك أن يكون الإنسان عند ربه وكل أمره بالمباشر إلى ربه، ولا يوكل أمره إلى الناس فيهينونه. وما أجمل أن يكون الإنسان بين يدي ربه وقد خبب بدمه شهيدا. وما أجمل أن يرفع الإنسان إلى ربه في جنة عالية قطوفها دانية ليتسنم مكانا عليا. إنهم شهداؤنا الأبرار، إنهم شهداؤنا الأبرار الذين ضحوا بأغلى ما عندهم، بأغلى ما لديهم من أجل الدين والعقيدة والوطن. وكما ورد: وفوق كل ذي بر بر، حتى يقتل المرء في سبيل الله فليس فوقه بر. فالسلام عليكم يا من شرفتمونا بين الأشهاد وجعلتمونا نورا بين العباد، وأرخصتم دماءكم لنعيش بعز وسلام وإسلام. فأنتم لا زلتم في قلوبنا وعقولنا ونفوسنا وضمائرنا، لم ولن ننساكم ما حييتم. يا شهداءنا الأبرار، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، فأنتم دستور الشهادة، فأنتم دستور الشهادة لنا، ونحن بانتظار أن نلتحق بركبكم. ركب الشهادة وحب الدين، ركب الشهداء والأبرار والصديقين والصالحين، مستلهمين معنى التضحية والفداء وحب الدين والوطن من سيد الشهداء قبلة الأحرار الإمام الحسين سلام الله عليه، وجده وأبيه وأمه وأخيه صلوات الله عليهم أجمعين، الذين خطوا لنا نهج التضحية والفناء. يا شهدائنا العظام، إنكم رحلتم ونحن على الدرب سائرون، فكلنا مشاريع شهادة واستشهاد من أجل تتميم الدين والأخلاق. فقد ورد: من سال الله سبحانه وتعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا شهداءنا الأبرار، لا أستطيع القول أننا مشتاقون إليكم في هذه الدنيا، فأنتم بيننا تنيرون دربنا وتضيئون دنيانا التي ملئت ظلما وجورا، آملين أن يكون الالتحاق بكم
ولا سيما بالشهيدين الصدرين والنجلين الحبيبين سريعا كما يريد الله سبحانه وتعالى. أحبتي أيها الحضور الكرام، يا من قلوبكم حرة وعيونكم عبرة لأجل فقدانكم الأغلى، آباؤكم، أولادكم، أخوانكم، لا تحزنوا، فإنكم مدرسة الشهادة التي ينطلق منها الشهيد فيكون فداء لوطنه ودينه. فأنا على يقين إن أم الشهيد علت زغاريدها، وزوجة الشهيد كفكفت دموعها، وأبا الشهيد ينتظر أن يكون الباقون في ركب الشهادة ليكون لهم ولنا وساما للعز والشرف. أيها الأخوة والأخوات، إننا وإياكم نقف اليوم وقفة الشامخ الفخور الذي علق على صدره وسام الشهادة ثم صبر على فقد أحبته ليكونوا لي ولكم بابا للجنة. فإنه وكما ورد أشرف الموت قتل الشهادة، فكيف لا نفتخر وكيف لا نتشرف بشهدائنا وشهدائكم؟ إذن فلنسعى إلى رضا الله وبكل فخر واعتزاز، رافعين رؤوسنا بعز وشرف أمام الخلق أجمعين، لنكون في نفس الوقت متصاغرين متواضعين أمام الله سبحانه وتعالى. وكما ورد: ما من قطرة أحب إلى الله من قطرتين، قطرة دم في سبيل الله وقطرة دمع في سواد الليل لا يريد بها عبد إلا الله. وليكن نداؤنا لله سبحانه وتعالى: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. فالسلام على خبيب اللحية ومحزوز الودجين الذي نادى هيهات منا الذلة، الذي استشهد بين يدي ربه وها هم شهداؤنا ارتحلوا بعده، فدماؤهم امتداد لدماء شهداء الطف وسيدهم الإمام الحسين سلام الله عليه. ولتعلموا أيها الأحبة إننا مهما قدمنا لكم ولشهدائكم فلن نفي لكم ولا لفضلهم ولا لفضلكم، وسنبقى مقصرين أمامهم وأمامكم، لكننا وكعائلة واحدة سوف لن نبخل عليكم والجود بالموجود لكي تبقون أعزاء بيننا لن ينالكم أي نصب أو أذى. فمن آذاكم آذاني ومن أعزكم أعزني، والعزة لله ولرسوله والأئمة الأطهار وللشهداء والصالحين الساعي للشهادة مقتدى الصدر. وشكرا لكم.